السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي الكلام بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا كلنا شفنا تصدر نادي الزمالك الدوري وتعثر النادي الأهلي مع المحلة، وبيراميدز نفس الكلام قدام مودرن. أنا قبل ما أبدأ بس الحلقة ليا بس تعليق على فرقة مانشستر يونايتد. يا جدعان انتوا لو واكلين مال يتيم مش هتخسروا من فرقة درجة رابعة وتخسروا منها بضربات الجزاء. اللي بيحصل في مانشستر يونايتد ده يعني تهزيئة الصراحة، يعني ما يرضاش اي حد كان بيشجعه من ايام فيرجسون. ما علينا، ارجع للنادي الاهلي تاني. مباراة الفرصة الاخيرة اللي هي ماتش بيراميدز اللي جاي، ودي انا بتمنى يعني اذا احنا كسبنا حتى لو بغض النظر عن النتيجة، استاذن ادارة النادي الاهلي لو سمحت اقالة ريبيرو مهمة. يعني انت زي ما انت شايف ريبيرو مهمش حتى النحاس اللي فاهم اللعيبه. معلش، انت النحاس لما كولر مشي السنه اللي فاتت بعد ماتش سان داونز، النحاس انت كنت بتلعب كوره، اقل فرقه كانت بتتغلب منك 4-5-6. دلوقتي انت مش عارف. هو ريفيرو الناس مسميه في جنوب افريقيا الفيلسوف، والله هو فعلا فيلسوف باللي بيعملوا بينا ده. ان انت عندك اقوى سكواد في مصر حاليا بالقيمه التسويقيه دي، ومش عارف تستغلهم، مش عارف تكسب، وبتطلع تقول تصريحات. والله العظيم يا باشا، الناس كانت بتتريق على موسيماني، لما كان بيتعادل والكلام ده وهو كان معاه سكواد اقل من اللي موجود ده دلوقتي. يعني انا مستغرب. ولما موسيماني ابتدى يهاجم ويكسب مثلا الهلال 4 ويكسب ده مش عارف كام وياخد ده كام، يقول لك بس ده مدرب ملوش غير في افريقيا وفي الدوري لا. طب ما انت يا ابني، ما هي فرق الدوري معظمها كلها هتتكتل قدامك وتلعب بال11 لعيب ورا، ولو جابوا مثلا ويرصوا طوب وصعايده تقف ترص لهم طوب قدام الملعب هيعملوا كده. وطبعا انا اتكلمت في الماتش عن ان تغيير بن شرقي دي اللي كانت كارثه، انك تطلع اللعيب المهاري اللي يقدر يعمل لك الحل الفردي. وطبعا تريزيجيه لغايه دلوقتي حتى الان هو ما جاش من ساعه ضربه الجزاء، هو لسه ما فيش حمد لله بالسلامه يا باشا. فانا اتمنى من اداره الاهلي، بما ان في اشاعتين كده طالعين ان ممكن يرجعوا موسيماني، او الاشاعه الثانيه رجوع حسام البدري، او اقاله ريبيرو والاستمرار على عماد النحاس كمدير للجهاز الفني. يعني انا عايز اقول للناس الرحمه حلوه يا جدعان، لان انا كاهلاوي انا ما ينفعش انا يبقى عندي سكواد اعلى من الزمالك وبيراميدز وانديه الدوري كلها وبتعادل مع مودرن مع غزل المحله. يعني انا ايه ده، في ايه يا جدعان؟ وفي كاس العالم انا ما حققتش غير نقطتين. سيبك بقى من ان احنا بقى انا عشان الزملكاويه والشماته والهكس والكلام ده، بس انا فعلا انا ما عملتش غير ماتش بورتو وماتش زفت الطين ده انتر ميامي. فرقه اصلا انت كنت ممكن تكسبها 3-4 لولا كابتن سلاحف النينجا تريزيجيه. انا عايز اشوط ضربه الجزاء. ما علينا يا جدعان. اتمنى ان اداره النادي الاهلي تنقذ الموقف في بدايه الموسم، لان انت عندك افريقيا، وافريقيا دي اذا لا قدر الله انت ما خدتهاش، انت هيبقى قدامك عندك اصلا موسمين غير الموسم ده عشان تشارك في كاس العالم للانديه اللي جايه. سلام عليكم.